في كرة القدم كما في الحياة هناك من يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وهناك من يولد والحظ واقف ضده منذ الصرخة الأولى. الحظ ليس عدلا ولا يعرف المنطق ولا يصغي الجهد والتعب. هناك من يكافئه الحظ وإن أخطأ، وهناك من يعاقبه وإن اجتهد. وهناك ناد اسمه ريال مدريد يسير على نهر من العثرات التي تسقط أمامه، وناد آخر اسمه برشلونة يسير فوق الشوك حتى حين يكون الطرف الأفضل. فلنعد بالذاكرة قليلا. في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال لا يمكنك ألا تلاحظ السيناريو المتكرر: أدوار حاسمة، خصم قوي، ثم فجأة خطأ مجنون من حارس يصنف من بين الأفضل في العالم. أمام باريس سان جيرمان دوناروما يقرر أن يصبح ميسي في بناء اللعب فيهدي الكرة لبنزيما. أمام سيتي إيدرسون وفريقه ينسون كيف تلعب كرة القدم في آخر 3 دقائق. أمام ليفربول كاريوس عذرا كارثيا، لأنه ما فعلها كاريوس لا يمكن وصفه إلا بأنه مشهد تمثيلي. ونير حتى الحارس الالي ارتدت منه الكرة بشكل سادس ليسجل خوسولو هدف الريال وهدف التأهل. كل هذا بينما في الجهة المقابلة برشلونة يواجه حراسا قادمين من المجهول، ومنذ اللحظة الأولى يتحولون إلى بوفون وبيتر تشيك وكاسياس في شخص واحد. أي حارس عمره 20 سنة لا يتابعه سوى والدته على إنستغرام يواجه برشلونة ويتحول فجأة إلى أسطورة. تصديات خرافية، ردود فعل مجنونة، وجدار بشري لا يخترق. لا أخطاء، لا ارتباك، بل شجاعة وبراعة وتوهج غير مبرر. هل هي لعنة؟ هل الكرة قررت أن تعاقب برشلونة وتكافئ ريال مدريد؟ هل الحراس يعتمدون ارتكاب الأخطاء أمام الريال؟ في النهاية هي ليست مجرد مباريات، بل دراما كونية تكتب في ملاعب أوروبا، حيث ريال مدريد هو الابن المدلل للحظ، يرافقه الحظ كما تلازم الظل صاحبه. أما جمهور برشلونة فقد اعتاد أن يرى المعجزات ضده لا معه، اعتاد أن يرى الحراس المغمورين يتحولون إلى جبال والمرمى إلى جدار من فولاذ، وكأن الكرة تتواطأ ضده كلما اقترب من الحلم.